إعصار دانيال ليبيا، وزلزال سوريا وتركيا، وزلزال المغرب، وحرايق الجزائر، وهزات الأرضية والعواصف الترابية في العراق ومصر. وشن علاقتهم بالماسونية ومشروع المليار الذهبي؟ في اللي ماهوش عارف شنو هو المليار الذهبي. المليار الذهبي هو خطة أمريكية أوروبية يبي يتخلصوا من عدد كبير من الكرة الأرضية، فهو عدد الكرة الأرضية كلهم 8 مليار، فهم يبوا يطيروا ال7 مليار وبيخلوا مليار واحد، فهذا هو بيسموه بالمليار الذهبي. فقالوا كيف خلينا نتخلصوا منهم؟ نبدوها عام 2002 جانا فيروس اسمه سارس، والفيروس هذا قتل ملايين من الناس. وفي 2003 جانا الفيروس اللي يسمى بالفنوزا الطيور، وقعدنا شوية. سنة 2009 جانا فنوزا الخنازير، ونهايتها سنة 2019 اللي جانا مرض كورونا. أكيد كلكم لاحقين فيه وظابطين الوضع كامل. لو خاطر عليكم في فترة كنت بعد تبي تسافر تمشي لأي دولة يضربوك الإبرة هذه على أساس إنك أنت يبوا يعطوك مضاد والكلام هذا، فهو هذا مش مضاد، فهذا هو يعطوا فيك شيء يعني يقصر من عمرك، والأعمار بيد الله، هذه ما فيهاش واحد اثنين. فهم قاعدين يساهموا في المواضيع هذه، يبوك يقتلوك الموت البطيء. وبعدين تجيك العميلة هذه وتقول لك أنا نتوقع وأنا مش عارف شنو، والناس اللي يتابعوا فيه يصدقوا في الكلام هذا، فقال لك كذب المنجمون ولو صدقوا. فيا شباب، هل تنظروا أن الزلازل والأعاصير والهزات الأرضية والحرائق اللي صايرة في الكرة الأرضية هو كله تبع المليار الذهبي أو لا؟